ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. كل لعيبه الكوره وكل الناس اللي بيلعبوا كوره ان شاء الله نشوفكم في اكبر واحسن الانديه. معاك كابتن اسلام صار فيديو جديد النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اختبارات نادي من اكبر الانديه وهو نادي الجونه. نادي الجونه من الانديه اللي عندها امكانيات كبيره جدا وقدر ان هو يعمل اسم كبير ليه في الدوري الممتاز. هنتكلم عن اختبارات نادي الجونه، هنتكلم عن كل تفاصيل الاختبارات، المواليد وسعر الاستماره والمكان اللي هيبقى فيه الاختبارات والمواعيد وكل حاجه تخص اختبارات نادي الجونه. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو انت اول مره تتفرج عليا ولسه ما اشتركتش في القناه دلوقتي حالا اعمل اشتراك للقناه، ولو مشترك بالفعل ما تنساش تدينا لايك كده اللي بيدينا طاقه وحابب عشان نسوي لكم فيديوهات كتير الفتره الجايه. ما تنساش تعمل لي فولو على الانستجرام. ومن غير رغي كتير يلا بينا نبتدي الفيديو، يلا بينا. طبعا نادي الجونه من الانديه الكبيره جدا، من الانديه اللي ليها اسم، قدر ان هو يقف فتره كبيره في الدوري الممتاز. بس الموسم اللي فات نزل الممتاز ب وما قعدش كتير، قعد موسم واحد بس في الممتاز ب وقدر ان هو يصعد تاني. طبعا ده يرجع لامكانياته الكبيره، وقدر ان هو يحافظ على المجموعه اللي معاه من الدوري الممتاز، وقدر ان هو يحافظ عليهم عشان يصعدوا مره تاني، وبالفعل صعد الدوري الممتاز السنه دي وهيلعب السنه دي في الدوري الممتاز. فمن الاختبارات اللي الناس بتشكر فيها، اللي دايما بتبقى منظمه، اللي دايما الناس تبقى حابه تروح اختبارات نادي الجونه. فمن الاختبارات لو انت عندك فرصه ان انت روح ان شاء الله ربنا هيكرمك باذن الله وتنضم لنادي الجونه. اختبارات باذن الله هتبتدي يوم الجمعه، هتبقى باذن الله في حي الاسمرات في المدينه الشبابيه بالمقطم. حي الاسمرات في المدينه الشبابيه في المقطم. هتبتدي يوم الجمعه يوم 23، هتبقى اول يوم لمواليد 2003 و2005. 2003 و2005 تبقى الساعه 5 عصرا. بعد كده هتبقى باقي المواليد سبت وحد واثنين 24 25 و26، بس هتفرق كل يوم في ساعه مختلفه. يعني عندك 2007 و2008 الساعه 4 عصرا، 2007 2008 الساعه 4 عصرا، 2009 و2010 و2011 الساعه 5 ونص عصرا، 2009 و2010 و2011 الساعه 5 ونص عصرا. عندك من اول 2012 و13 و2014 و2015 و2016 هيبقى الساعه 7 ونص مساء. ده الاربع ايام اللي هتبقى فيها الاختبارات، اول يوم 2003 و2005 وباقي المواليد على مدار الثلاث ايام الباقيين. اختبارات قويه، لو هتسالني تروح ولا لا اقول لك روح. اختبارات كويسه، لو انت قريب روح ان شاء الله ربنا يكرمكم باذن الله. اشوف عدد كبير من الناس بتتفرج عليا في نوادي محترمه ومن نوادي كبيره، وباذن الله اكون سبب ان انا ضفت لكم حاجه في حياتكم. كده خلصنا فيديو النهارده. لو محتاج اي حاجه اكتب لي في الكومنتات تحت او اعمل لي فولو على انستجرام وكلمني ان شاء الله ارد عليك على طول. يا رب تكونوا استفدتوا. كان معاكم كابتن اسلام مصطفى، استنوا فيديو جديد من قناه يوميات لعب كره القدم، والسلام عليكم.